السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة بقى معانا توكتين فراشة جميلة قوي وبطريقة بسيطة وسهلة، ما فيهاش شغل ومش صعبة جدا أبدا، سهلة جدا جدا جدا. هنعملهم بالاسترس واللولي، وزي ما انتوا شايفين كده هم شغلهم بسيط جدا جدا جدا. وكمان انا دخلت في دي شريط الجيلاتينا. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ونبدأ نعمل الباترون بتاعنا. أنا رسمة كده بإيدي، رسم كروكي كده بإيدي، فقطعت قطعتين من الجوخ. أول قطعة رسمتها وقصيتها، وبعدين عملت عليها التانية، طبعت عليها التانية بالقلم كده. دي فراشة تنة ورنة، هقصها بقى. طبعا هنا عاملاها حاجة بسيطة كده، بس هم بيقولوا عليها تنة ورنة، انا معرفش ليه بيسموها كده. عندي بقى استراس وعندي شريط الجيلاتينا. هجيب كده شريط الجيلاتينا عرض 0.5 سنتي، بالطريقة الحلوة دي على الحرف. همشي عليه، انا بشوفه لقيته حلو هكمل. انا شريط الجيلاتينا انا اللي اقصر 0.5 سنتي، يعني مش جاهز زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. بصوا، بقسم الفراشة اللي هي الجوخ، يعني مفهوش مش صعب، مفهوش شغل. بمشي بشريط الجيلاتين على الحرف، بحط الشمع. طبعا انا رسمها بايدي، يعني مش مكت كده حد رسمهولي، لا انا اللي عملته. حتى قطعته وعملت منه باترون زي ما انتوا شايفينه قدامي على الترابيزة. هنا بقى انا لزقت خلاص شريط الجيلاتين عليها. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله عليه أفضل. لسه بقى هعمل كمان جسم الفراشة من شريط الجيلاتينا. ادي كده عملت الجناح بتاعها. ادي شريط الجيلاتينا الاعرض شوية 100 سنتي، هلزقه وبعدين ايه امشي اقصه على المكت اللي انا محدداه اهو. هلزقه الاول. هي بسيطة جدا بس جميلة جدا، وبنحطها على مشبك. بس انا بسويها. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. حبايبي، فضلا وليس امرا، اللي وصل معايا لحد كده في الفيديو يعمل لايك ويعمل سبسكرايب، واللي مشتركش يشترك ويفعل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلوا كل جديد. بصوا ادي بقى التقسيمة بتاعتها. ابدأ بقى ايه، هدخل الاسترس فيها. انا عندي الاسترس ده
فمقطعاه كده صفوف واحدة، يعني مش مقطعة 2 ولا حاجة، قطعته صف واحد. احطه بعد الجيلاتينة، هي مفيش اسهل منها، لان انت مجرد بس انك انت بترسميها، بتحطي بقى فيها اي حاجة، خرز، لولي، استراس، اللي انت عايزة تحطيه بتحطيه، بتشكليها بيه. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. هنا بقى قربت كده، بحدد بقى بالاسترس زي ما انتوا شايفين فوق الجيلاتينة. طبعا جميلة جدا جدا جدا، والاسترس مع الجيلاتينة حلوة قوي. هي طبعا الكاميرا ظلمة الصورة، هي الصورة حلوة وشكلها حلو جدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا بقص أي زيادة في الاستراس بلزق، يعني مش بسيب ادي كده، كل ده لزق يعني، ولا محتاج تفسير ولا تحديد، فقط لا غير. اهو بصوا المنظر، منظرها بقى حلو جدا. بكمل وبجيب بقى خرز، هنا عندي خرز ابيض جنجو، هحطه في النص كده، احط الشمع واروح حاطه الخرز ده كده في الفراغات. الخرز ابيض جنجو اهو زي ما انتوا شايفين. بصوا بحطه في ايدي عشان ابينه. هنا بقى بحط الخرز طبعا زي ما انتوا شايفين، ولو حاجة وقعت على الترابيزة انا بقلب الفراشة كده عشان تلم لو في حاجة على الترابيزة، مش بنهضر. ادي كده ناقص اخر حتة اللي تحت. كده خلصت، ما خدتش وقت. هلزق بقى المشبك فيها واحط لها عين للفراشة تبين ان ايه، ان دي الفراشة. اجيب خرزة سمرة مقاس 4 من المط اللي عندي، وهلزقها في النص كده الجيلاتينة اهي. يعني كل الحكاية رسم على الجوخ ولزق. هجيب بقى الايه المشبك بتاعي، احطه كده على الحرف بقى بتاعها، انا مش عايزاه في النص، انا عايزاه في الحرف.
انت بقى حسب مزاجك، عايزاه في النص ممكن تحطيه في النص، عايزاه على الحرف زي ما انا عملت كده ممكن تحطيه اللي انت عايزاه. انا بقى هلزقه كده البطانة بقى اللي انا قصاها، ما انا قصاها حتتين، حتة اشتغلت عليها وحتة هبطن بيها الظهر عشان ما يبقاش فيها ايه يعني حاجة مش نظيفة، تبقى نظيفة كده وظهرها يبقى جميل. واي زيادة في الجوخ هشيلها، واللي هيفيد هلسعه بالايه بالولاعة بتاعتي عشان يتسوى كله مع بعضه. بصوا انا بشيل الزيادات. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. ايه رأيكم بقى؟ ادي الشكل بتاعها. يعني لو رايحين فرح مثلا ممكن الام تعملها بأقل حاجة، ان شاء الله تلزق الحاجات دي على اي قماشة، مش لازم جوخ يعني. لو كده هنا بقى هعمل فراشة تانية، جبت الجوخ هطبع عليه الفراشة. انا عاملاها كده برضو قصاها وعاملاها على اللي هو علب الكنز ولزقهم في بعض حتتين، يعني مش شارياها، انا اللي عاملاها بايدي. اهي قصيتها، وطبعا قصيت برضو حتة تانية بطانة ليها. هنا بقى عندي استرس ذهبي، المرة دي كنا بنشتغل في الأولانية بالفضي، المرة دي هنشتغل بالذهبي. طبعا انا بشتغل بأقل خامة عندي، أقل حاجة اللي بلقاه قدامي بشتغل بيه، ما برميش حاجة. يعني دي بتبقى حاجات فايضة عندي بشتغل بيها. هنا بقى هلزق صفين من الاسترس في النص كده اكنه جسمي ايه الفراشة، وهاجي بقى احدد الحروف كلها بالاسترس. المرة اللي فاتت اللي هي في التوكة الأولانية دي الفراشة الأولانية عملنا بالجيلاتينا، دلوقتي بقى أنا هعمل بالاسترس. داير ما يدور بقى على جسم الفراشة وعلى الجناح هنعمل ايه، نلزق الاسترس. بس انا فاتني هنا بقى ان انا اعمل ايه الشاربين بتوع الفراشة. قبل ما احط جسم الفراشة كنت لزقتهم من تحت الاسترس بتاع جسم الفراشة او بين الرقين الجوخ. دي اللي فاتتني انا وغلطت فيها، لكن هي زي ما انتوا شايفين هتشوفوا كلكم بصراحة جميلة جدا. وانا بشتغل بطريقة عشوائية، يعني مش شغالة بماكيت ولا اي حاجة، انا برسم بايديا وبعمل حاجتي بايدي. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. اه لا اله الا الله محمد رسول الله. انا عندي استرس مصري مرضتش اعمل بيه، فانا عندي الحتة الاسترس المستورد ده نضيف وبيبقى حلو جدا، وبيبقى فيه زي فازلين كده في الظهر اللي هو اللزق، يعني بيمسك مع الشمع بسرعة لان هو اساسا لزق. يعني ممكن نكويه بالمكوى مثلا مع الفساتين والحاجات دي، وممكن نلزقه بالشمع العادي.
فبيبقى حلو في الشغل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. هنا بقى قربت اخلص، فاضل الحتة الأخيرة من تحت. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. انتوا بقى قولولي ان كانت حلوة برضو، قولولي في التعليقات. ويا حبايب قلبي بالنسبة للبنوتة اللي بعتالي عايزة شغل بشريط القطيفة، تحدد لي شريط القطيفة قماش ولا شريط، عشان القماش اقول لها تعملي ايه منه بالظبط. هو على فكرة شريط القطيفة ما ينفعش منه الا توك استيك اللي هي توكة الكحكة، او بندانة، او فيونكة على مشبك او على كليبس، يعني في تحديدات. وممكن تعملي منه ورد برضو، وكذلك شريط القطيفة. بس ابعتي قولي لي انتي اللي عندك شريط ايه اللي انتي بعتلي عليه، وانا هشوف هعملك ايه. واللي عايز حاجة يا حبايبي انا برضو تحت امركم، اطلبوها وانا هعملها. انا هحاول اعمل معاكم اللي انتوا عايزينه. بس يا حبايبي اهم شيء اعملوا لايكات وارفعوا الفيديوهات، لان الفيديوهات ما بتترفعش. هنا بقى بعمل نظام الوردة باللولي مقاس 2. عملت زي وردة كده من على الحروف بتاعت جسم الفراشة او اجنحة الفراشة. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. بعد كده بقى احط اللولي عشوائي بطريقة حلوة. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. كده خلصت اخر وردة. هجيب بقى اللولي، هجيب مقاس 6 او 4 حسب ما انت عايزة، بس مش اكبر من 4. انا جبت 4، يعني اللي عندك متاح. عايزة تجيبي كبير انت حرة، بس انا جبت مقاس 4. وهنا بقى بزود، يعني لو في فراغ تاني بعد ما برص كده اللي هو مقاس 4 على الحروف، بروح حاطة صغير، مش بحط الكبير، بحط اللي هو مقاس 2. زي ما انتوا شايفين كده. هي كده خلاص. اخر حاجة هما اللي تحت دول. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. هي كده خلصت خلاص. هبدأ بقى ايه بعد ما ارص الكام واحدة اللي فاضلين دول، هروح حاطه لها المشبك والجوخ وتبقى خلصت. مفيهاش شغل، بسيطة وسهلة، سهلة جدا. مش محتاجة مجرد بس بتلزق اللولي. عايزة انصاف لولي حطي اللي انت عندك متاح، حطي ايا كان.
لو شوية خرز وعايزة تعملي بيهم بدل اللولي اعملي بيهم، رشيهم كده على الشمع بعد ما تحطيه على الجوخ، هتبص تلاقي ادى المنظر معاكي جميل. يعني اي حاجة هتمشي معاكي. اهي خلصت اهي، جميلة جدا وبسيطة جدا. بصوا شكلها حلو قوي. هنا بقى بجيب ليها راس يعني عشان الزقها لها، ولسه هجيب الشاربين بس طبعا انا نسيت خالص، ف هحطهم بقى بعد ما احط المشبك. انا لو كنت افتكرت وانا بحط المشبك كنت لزقتهم حتى على الجوخ عشان يبقوا في يعني في البطانة متداريين. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. لزقت بقى المشبك واديني لزقت الجوخ كمان عليه. بصوا كده خلصت خلاص. ما خدتش حاجة، التوكتين ما خدوش وقت. سهلين جدا. هقص بقى الزيادات والسع بالولاعة. الجوخ لما بنلسعه بالولاعة بيطبع مع اللي فوقيه، بيبقى يعني اكن ما فيهوش حاجة. حطيت الشاربين اهم، واحط الراس خرزة برضو كده. اهو حطيت الخرزة زي ما انتوا شفتوا ولزقتها اهي، بقت بالطريقة الحلوة دي. وطبعا بفن بسيط يومك سعيد مع ماما شوجة، هتفيدي وتستفادي وتقدري تنتجي وتبتكري كل ما هو جديد. طبعا يا حبايبي ما تنسوش اللي اللايك والشير، واللي ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلوا مننا كل جديد. عندي ما فيش وقت فراغ، عندي الوقت من ذهب، لازم نعمل ونستغل وقتنا صح. وطبعا ده حاجة كويسة، وزي ما انتوا شايفين جميلة جدا وبسيطة جدا، وتمضم في رعاية الله وأمنه. والسلام عليكم ورحمة الله.